البنود اللي موجودة عندك هي التصميم والتنفيذ والاستلام، او بمعنى صح الاشراف. طب انت كواحد عايز تعمل شقة او عايز تعمل بيت متعدد الادوار مثلا، ايه يهمك في كل الدوشة دي؟ اللي يهمك ان انت لازم تبقى عارف المهندس اللي انت هتجيبه بيبقى شغال ايه في المشروع بالظبط. شغال تصميم واستلام ولا معاه جزء التنفيذ؟ المفروض ان هو بيبقى بيراقب على التنفيذ وبيتاكد ان التنفيذ شغال بانسب شكل ممكن واصح شكل ممكن بالنسبه للتصميمات اللي هو عملها واللي هو وفرها. وده علشان انت كمالك تبقى متاكد ان الحاجه اللي بتتنفذ صح، والحاجه اللي بتتصمم طبقا للمواصفات اللي اتوفرت ليك من قبل المصمم ده من الاول. لكن انت كمالك وكشخص عايز تعمل بيتك باحسن شكل ممكن، انت لما بتشتري عربيه بتدور على توكيل واتنين وتشوف العربيه اللي لها قطع غير متوفره وتشوف التليفون الانسب والمكان الافضل اللي هتشتري منه الحاجات دي. مع ان العربيه انت ممكن تغيرها كل 5 سنين، التليفون ممكن تغيره كل سنه، لكن البيت ده انت بتحط فيه جزء كبير جدا